وهلأ هي أطيب كريب دجاج مالح صار جاهز. اعطوني رأيكم. مرحبا، يسعد لي أوقاتكم. رجعت لكم بأكلة تانية. أنا تيتي مي. رح نساوي اليوم كريب دجاج المالح، أكلة كتير 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 طيبة ما تعذبكم أبدا. رح بلش قبل كل شي نعمل الكريب. مكونات الكريب: نحتاج أول شي بيضتين، كاسة حليب، ونص كاسة مي، وكاسة طحين. خلونا نبلش بالتحضير. أول شي عنا البيض، نحط معلقة ونص فانيليا، نضيف الحليب ونضيف المي. هلأ الطحين بنحرك منيح، نضل منحرك ليدوب الطحين تمام. رشة ملح. وهلأ دوبنا معلقة الزبدة بس تدويب، ما بصير تسخن، لازم تكون بس تدوب. حرارة الغرفة إذا عندك بيمشي الحال. ونضيفها على الخليط. وهلأ منمرقهم بالمنخلة مشان ما نخلي ولا كتلة فيه. وهيك صار عنا القوام تمام. نتركهم لبين ما نحضر الحشوة. لازم يضلوا شي 10 دقايق قبل ما نساوي للكريب. المكونات الحشوة: عنا صدر دجاج مقطع كتير ناعم، جبنة موتزاريلا، فطر مقطع، بصلة ناعمة مفرومة، وثوم مفروم ناعم. عنا زبدة. دائما بقلكن الحيواني أطيب بكتير من النباتي. معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة هيل مطحون، نص معلقة زنجبيل، ثوم بودرة رشة، كمان رشة بصل بودرة، معلقة بهارات الدجاج. منحرك المكونات وهلأ على النار منقلب لينشفوا على الأخير. منضل منقلب لحتى ينشفوا على الأخير ويشربوا كل البهارات يلي حطيناها، يتبلوا فيها منيح. وهلأ هيك صاروا تمام، لون زهر ومستويين وريحة بتشهي. رح أطفي تحتهم وروح ساوي صوص البشاميل. هيك صار لونها زهر، ما نخليها تغمق أبدا. ننزل الفطر فوقه، فنجان طحين، هنضيف فنجان كبير حليب، معلقة صغيرة ملح. وأكيد البشاميل أطيب شي فيها جوز الطيب، ما بيعطيها النكهة غير جوز الطيب. نضلنا عم نحرك مشان ما يكتل الطحين لحد ما يسمك القوام. رح نضيف نص الصوص على الدجاج، نسبكوا سوا. ما بقي غير الجبنة، رح نحط الجبنة فوقهم. وهيك صارت حشوتنا جاهزة. وهلأ رح نعمل الكريب. رح نخبزه. أهم شي المقلاية تكون وسط، لا حامية كتير وما لازم تكون باردة. بنخليها ما بنحركها لحتى الأطراف يصير لونهم زهر. بس تبلش الأطراف يصير لونها زهر بنقلبها. ما بتاخد القصة دقيقتين كل وحدة. جهزت الحشوة عنا وجاهز الكريب. رح نلفهم ونحطهم بالصينية. بحب اني احطهم رولات هيك. ممكن نعملهم هيك فوق بالصينية. وهلأ هيك خلصت كل الكمية لفيناها. رح احط عليها الصوص الزايد اللي شلته على جنب، حط على كل وحدة. كتير بتعطيها نكهة أطيب، طعمة أطيب. وصفي بنحط فوقها جبنة الموتزاريلا وندخلها على الفرن. وهلأ هي أطيب كريب دجاج مالح
صار جاهز، واعطوني رأيكم واكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوا وشو بتحبوا أكلات تانية، واشتركوا معي بقناتي مي بليتس، وألف صحة وهنا.